هل معنى أختنا تسأل، أسأل الله أن يرزقها الصدق والإخلاص، تقول هل معنى أنني أسألك الآن هل معنى ذلك أنني أستعين بغير الله؟ والجواب لا لا لا، بل قال ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على المؤمنين الصادقين أن يسألوا العلماء. ويعني أنا لا أدعي أنني منهم ورب الكعبة، لا أقول ذلك على سبيل التواضع، إنما أنا لازلت طويلب علم، لازلت طويلب علم، وسأعيش كذلك ما حييت طويلب علم. يعني أتعلم من علمائنا وأقرأ وأمكث الساعات الطويلة بين بطون الكتب والمجلدات في مكتبتي لأنقل لكم هذا النور وهذا الخير. وإلا فورب الكعبة ما ادعيت قط أنني عالم، وما أزعم على الإطلاق أنني على درب أنني من هؤلاء العلماء، إنما أنا على دربهم إن شاء الله. وأقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أسأل الله أن يحشرنا مع العلماء الربانيين الصادقين وأن يجعلنا على دربهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا حرج يا أختاه ويا بنتاه أن تسألي أهل الذكر من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والمشايخ الفضلاء في أي وقت وحين لكل مشكلة تعصف بك ولكل مسألة تريدين أن تتعرفي على الحق فيها. فليس هذا من باب الاستعانة بغير الله، حاشا وكلا. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل وإذا رفع العلم برفع العلماء وقع الناس في الضلال والضنك والشقاء، كما قال إمام الأنبياء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا يجوز لأخت أو لأخ أن يمنعه حياؤه أو أن يمنعها حياؤها من أن تسأل. تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين. أرجو أن تحفظوا هذا الأثر البديع عن أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. فلا يجوز أبدا أن تستحي الأخت الفاضلة أن تسأل أهل العلم لتتعرف على الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.